السلام عليكم ورحمة الله. الملعب التونسي ينتصر على النادي الإفريقي 1-0. اللقاء كانت الأفضلية للملعب التونسي في الشوط الأول وفي الشوط الثاني. علاش النادي الإفريقي لعب اليوم هكا؟ ما هي الأسباب اللي خلات النادي الإفريقي يعني يكون بالمستوى هذايا؟ أولا وباش نكونوا صراحة، وقت ما بيتوني يعني كان ممتاز قلنا نحن ممتاز، لكن نبهنا في وقت سابق كل مرة نقولوا بيتوني يلزم يستقر في التشكيلة الأساسية، ما يلزمكش كل جمعة تبدل التشكيلة مهما كان. يعني اليوم حتى كي حطيت اللاعبين خاصة في وسط الميدان سيماكولا وأحمد خليل ما همش عارفين يلعبوا مع بعضهم، يعني دو بيفو ستاتيك ما عندهمش يعني الرول الاوفنسيف جمله، تلعب من غير صانع العاب. يعني الموضوع نتاع ايت مالك يعني مكثر جماهير النادي الافريقي يعني بين قوسين كانهم راضين على مستوى هذا اللاعب، لكن قولوا لي ايت مالك وين كان باش تقول لي يلعب قدام لي دو بيفو؟ راه مستحيل. ايت مالك هو في الاتحاد المونستيري يلعب جناح، يعني يا يلعب هو والا الخضراوي واحد منهم، دونك ما فماش راهو يلعب ايت مالك والخضراوي واسرار في وزيدهم يعني حمدي العبيدي. الرباعي هذايا حكيت من قبل، وخاصة بحضور كينزومبي وفي المستقبل باش يجي الكامروني. قلنا نحن في الكرة التونسية رانا المهاجمين والأجنحة ما همش هدافين، هذاك علاش ديما أصر الأجانب لازم يكونوا مهاجمين. دونك أنت اليوم بتوني مرة أخرى تعطي فرصة للرباعي اليوم، وخاصة بعد كينزومبي مرجع للفورمة نتاعو، قلت عليه بنسبة 60-70% في الحلقة نتاعي. واليوم النادي الإفريقي ظهر يعني بالتغييرات اللي صارت كل مرة، ثلاثة خطوط ما همش مربوطين ببعضهم، ما فماش كما قلت صانع العاب، لعبة على الهامش. حتى الملعب اليوم نتاع الملعب التونسي يعني ملعب باردو صغير، ماهوش كما رادس، يعني العب كما تحب والعب في ليزيسباس، خاطر كي تلعب بالاجنحه 4-3-3 ولا 4-2-3-1 كما تحب، الاجنحه مع يلوجوا في الاسباس، والا حمدي العبيدي يلوج في الكره في الظهر، ما تنجمش في ملعب كما هذا صغير. دونك على بيتوني اليوم كان ينجم يشارك ايدو مكان حمدي العبيدي، خاطر تيران صغير حبيته ولا كرهت، يعني واحد يقف كوستو في محور الدفاع نتاع الملعب التونسي، وكينزومبي شيرا اليمين. تحب تلعب من بعد انت صرار في علي يسار او الخضراوي او ايت مالك، وغياب الزمزمي اليوم او غيث صغير خلى طلوع بالكره رزين من النادي الافريقي، خلى النادي الافريقي بعيد كل البعد على المستوى نتاعو. هذا بصفه عامه في الشوط الاول وفي الشوط الثاني بالنسبه للنادي الافريقي. نقعدوا مع الشوط الاول، الملعب التونسي اليوم كان احسن. اول حاجه يعرف يلعب في الملعب نتاعو، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه ثنائي محور ثنائي لي دو بيفو لي دو سيس اللي يلعبوا خاصه نتاع الملعب التونسي كانوا ممتازين جدا. موشيغا هذا يوسف توري زوز ملاعبيه، يعني تحسهم يعرفوا يلعبوا مع بعضهم، واحد يتيح والاخر يطلع يعاود كانه وسط ميدان هجومي. رغم انه حتى الملعب التونسي شبه النادي الافريقي اللي ما عندوش صانع العاب، اللي هو حات يعني كما نقولوا اومارو كانه صانع العاب قدام لو دو بيفو. اومارو هذاك هي امكانياته، يعني تجي الكره يمشي ترميها في اللاكس نتاع الفريق المنافس، يعني ما فماش شكون يصنع الكره الملعب التونسي قدام لو دو بيفو. هما دو بيفو ممتازين جدا، عملوا تقريبا كل شيء في اللقاء نتاع الملعب التونسي. دفاع الملعب التونسي اليوم ما ارتكبش اخطاء، وخاصه محور الدفاع وخاصه الصحراوي. اليوم اتاكدت من الصحراوي اللي هو قيمه ثابته، اللي هو ممتاز الصحراوي، رغم انه الصحراوي بدايه اللقاء كانت صعيبه، يعني خطا ولا زوز من الصحراوي، لكن من بعد ربح طول ديوال، يعني اللوطه والفوق في الهوائيه والثنائيات ربحهم الكل الصحراوي، ما شاء الله على هذا اللاعب. وكما قلت لي دو بيفو نتاع الملعب التونسي كانوا ممتازين في غياب صانع العاب اللي كما قلت لي باش يصنع اكثر الكره، خاطر قاعده تطلع الكره ممتازه، لكن ما فماش اللاعب يلعب تحت المهاجمين، وخاصه المهاجمين اليوم نتاع الملعب التونسي. نحكي ديما على الشوط الاول، قديده وخاصه بلال الماجري ما كانوش موجودين، يعني قديده تحسوا قيمه باهيه، اللاعب هذا قاعد يتطور، لكن يلزم يوري اللاعب هذا قوته وين. انا ما فهمتوش قديده، خاطر شفته في كاس الكونفدراليه الافريقيه لاعب ممتاز. اليوم قديده نوعا ما موجود، يعني موجود يتحرك لكن غائب في نفس الوقت، ربما مش لاقي شكون يمد له التمريرات كما يحب هو، ربما هو يعني. وخاصه كما قلت انا الملعب التونسي ساعات كي يطلع ويحب يطلع زاد على الجناب لي سونتر، قديده تحسه مش قوي في الراس. دونك يعني لي سونتر نتاع الملعب التونسي بدون عنوان بين قوسين، ما فماش مهاجم يحط بونتا يسجل اهداف، خاصه كانت فما توزيعات باهين. وبلال الماجري نوعا ما في الشوط الاول ماهوش عاجبني برشا بلال الماجري، يعني ما عرفش كيفاش يوظف الامكانيات نتاعو. في الشوط الثاني انتظرت انا بيتوني باش يقوم بالتغييرات، يعني ما فيهاش، يعني هذه حاجه يعني لا شك فيها. بيتوني في الشوط الثاني
كان يتفرج يعني كانه راضي، والا ينتظر في رياكسيون من اللاعبين نتاعو، ما رياكسيون ما صارتش. بيتوني يعني قاعد يتفرج، وبدات التغييرات في الدقيقه 60، وتحس كانه النادي الافريقي خرج من اللقاء، رزمنا عليه اللقاء، وخاصه من بعد الدخل في كينزومبي كان في الدقيقه 80. يعني ما فماش حلول قدام وما فماش رجه صارت في الفريق، والملعب التونسي استمر في الاداء الايجابي نتاعو. الملعب التونسي خاصه في الشوط الثاني ولا يلعب يعني الضغط العالي على حامل الكره، ما عادش يخلي المدافعين نتاع النادي الافريقي يطلعوا كما يحبوا. الملعب التونسي كما قلت كان مسيطر اكثر، جاته برشا فرص، ارتكب اخطاء الدفاع النادي الافريقي لانه البيفوات تقريبا ما عادش موجودين، مع فقدان كما قلت صانع العاب، وحتى المهاجمين يعني بالنسبه لي انا ما كانوش موجودين. دونك خلاصه القول مش نكون قاسي على بيتوني، اشكرته قبل، لكن البيتوني يركز اكثر. كما قلت انت عندك العمود الفقري ما يلزموش يتبدل، يعني كما نعرفش انا تيني اليوم مش موجود، اللي زاد كينزومبي مش موجود، يعني محمد شوكاني الى يومنا هذا يعني حل من الحلول يكون بجنب سيماكولا، خاطر احمد خليل اليوم تقريبا غائب، وخاصه في الشوط الثاني صحيح خرج، لكن حتى في الشوط الاول يعني احمد خليل يعني مع سيماكولا يلعبوا طايحين برشا. كما قلت يعني كثير من الاخطاء بصراحه في الوقفه، يعني طلب الكره، يعني الحلول كتجي في ساقين اللاعبين النادي الافريقي خاصه البيفوات ما فماش حلول. وكما قلت الخضراوي خارج يعني على الموضوع، وحتى السرارفي كما قلنا. دونك بخلاصه القول بتوني قراءه سيئه، شوط اول سيء جدا، الشوط الثاني ما عمل حتى شيء بتوني. دونك بالنسبه لي انا الملعب التونسي اليوم استحق الانتصار، والنادي الافريقي يلزم يراجع اموره ويراجع اللاعبين نتاعو، خاطر توا انت تقول الناس يقول لك مثلا ان النادي الافريقي ظهر اليوم كانه مش صحيح وهاله اعلاميه، لا هو عنده لاعبين ممتازين، حتى المدرب محترم جدا، لكن كي تحط التشكيله الاساسيه تتقلب اللعبه كامله. هذيك هي كيفاش انت تحب تحط تشكيله غالطه، وقراءتك للمنافس غالطه، وقراءتك لي بوين كلي لي جوار كلي موجودين على بنك الاحتياط، وتحب تتقوى على اللاعب وتحب تصنع اللاعب بطبيعه الحال مهما كان. راهو حتى في ابرز الفرق العالميه عندهم دي جوار كلي، خاصة كما قلت الزمزمي بعد الأداء كل مرة في وسط الميدان قاعد يتحسن، فجأة مش موجود. غيث صغير انا هو الموسم السنه غيث صغير بعيد كل البعد على المستوى نتاعو، لكن كما قلت يعني فما سيماكولا يلزم ديما يكون موجود في التشكيله الاساسيه، مش مره موجود مره مش موجود. حتى علي يوسف يلزم يكون ديما موجود، كينزومبي يلزم كذا ديما موجود. يعني فما اللاعبين محمد شوكاني لازم نعرفوهم، باش تقول لي قانون الاجانب انت لاعب الاربعه ساعه اولا لاعب الاربعه، ومن بعد ابدا تكتك في اللقاء انه تخرج اللاعب ولا تتبدل اللاعب، وحتى يكون حماس اكثر للاعبين اللي معاك. حتى السرارفي يلزم يفهم اللي فما كاين زومبي، خاطر توا السرارفي اداء سيء في المقابلات اللي فاتوا، صحيح دخل في اللقاء اللي فات وسجل هدف، لكن كي تشوف انت سرارفي على مده لقاءات الكل ما يلزموش يلعب اليوم اساسي، لانه خارج على الموضوع. حتى الخضراوي يعني هو ملاعبي تكنيسيان وغيره، لكن يلزم يتطور، يلزم فيزيوناج، ويلزم وقتاش تكون اختير، وقتاش لازمك تسيب كره، وقتاش يعني الباس لازم تكون صحيحه، مش المهم عرضيه مهما كان في تشوتها في المحور ولا تجي عند حارس المرمى تقول لي هاني جبت زوز ولا ثلاثه، هاني عملت عرضيه. يلزمك تجبد زوز ولا ثلاثه خاطر قاعد تخلص وقاعد تترينا وقاعد يعني، وهذاك علاش انتدبت النادي الافريقي، لكن العرضيات نتاعك لازم يكونوا صحاح. دونك مش مزيف ايت مالك يلزم مراجعه هذا اللاعب، يعني ما تقوليش هو ضد سليمان ولا غيره، راهو الفرق هذه المتوسطه وخاصه في رادس فما حتى اللاعبين المتوسطين كي تحطهم في فريق باهي يتحسن. انا ما قلتلكش خايب، لكن لازم تعرف توظيف هذا اللاعب. دونك كثير من الاشياء حتى نقاط الحروف، دونك تحط نقاط الحروف وتلاعب اللاعبين في بلايصهم وتوظيف اللاعبين وتركز مع العمود الفقري نتاع الفريق نتاعك باش الكيب ترجع امورها واضحه. دونك هي هفوه اليوم، هفوه نراها من النادي الافريقي، ان شاء الله في المستقبل يراجع حساباته، خاصه كما قلت التشكيله الاساسيه. بالنسبه للملعب التونسي اليوم بره اللي هو فريق ممتاز. على كل حال كان وصلك الفيديو، لا تنسى الاشتراك على قناه هيثم جمني على اليوتيوب فيسبوك والتيك توك. دمتم في حفظ الله، في الامان، بسلامه.